في الفيديو ده انا جاي لك برايي الشخصي لسماعه التكنو كي 55 بعد استخدام اكتر من 5 شهور. في ال5 شهور دول انا استخدمت السماعه دي في كل حاجه تقريبا، مونتاج والعاب وتصفح على الفيسبوك وفيديوهات على يوتيوب وكل حاجه تقريبا. واظن ان مده 5 شهور استعمال مده كافيه جدا اقدر اقول لك بقى المميزات والعيوب الكامله. وعايز اقول لك ان الفيديو ده مش ريفيو للسماعه خالص، لان احنا عملنا ريفيو للسماعه دي تقريبا 3 4 شهور، تقدر تشوفه من تحت في الديسكربشن. كلمنا بقى فيها عن تصميم السماعه والخامات وكل حاجه تقريبا، كل حاجه عايز تعرفها عن السماعه. ولكن انا جاي النهارده اتكلم بقى عن المميزات والعيوب بعد فتره طويله من الاستخدام. هل اداء السماعه دي قل مثلا، ولا ايه حكايتها بقى بعد الفتره دي؟ كفايه بقى كلام كتير، خلينا في الفيديو على طول. هنقسم الفيديو ده بقى لمميزات وعيوب، يعني هقول لك ميزه وقصادها عيب. نبدا باول ميزه قابلتها في السماعه دي بجد، وهي الخامات بتاعتها. خامات السماعه دي من اكتر المميزات اللي هتقابلها في السماعه دي فعلا، واللي مش هتلاقيها في اي سماعه في الفئه دي. السماعه دي كلها جايه من المعدن، وده بيخلي السماعه دي قويه جدا، تقدر ان انت تجيبها يمين شمال تفسخها زي ما انت شايف كده، ولا يجرى لها اي حاجه خالص. عايز اقول لك ان من ضمن المواقف اللي حصلت معايا مع السماعه دي ان انا كنت حاططها على المكتب عادي، وتحت المكتب ارضيه بلاط، يعني مفيش سجاده ولا اي حاجه. حطيت السماعه دي ولكن ما حطيتهاش كويس، كانت على الطرف شويه. فالمهم وانا قايم من على المكتب بقى حطيت السماعه على المكتب وكده، ومن غير ما اقصد كده دوست على السلك بتاع السماعه اللي كان على الارض، وبالتالي السماعه اتشدت واترزعت على البلاط حرفيا، اللي هو حتى ما كانش فيه سجاده تحميها مثلا ولا حاجه، هي اترزعت على البلاط. فصوت المعدن بقى على السيراميك كان صوت حاجه كده كانها اتكسرت فعلا. انا فعليا حسيت انها اتكسرت. رحت ابص على السماعه لقيتها سليمه جدا وما فيهاش اي حاجه خالص، ولا كأن جرى لها اي حاجه. جربت ان انا اشغل عليها اي حاجه اشوفها شغاله ولا لا، لقيتها شغاله عادي. عايز اقول لك لو كانت سماعه بلاستيك اللي وقعت وقع اقل كمان من دي، كانت هتتكسر حتتين قدامك ولا تعرف تستخدمها تاني اصلا. لكن كون ان السماعه دي جايه من المعدن فده بيحافظ عليها، ولو وقعت واتخبطت واي حاجه حصلت لها مش هيحصل لها حاجه. نقول عيب على السريع كده، بما اننا قلنا ميزه قويه جدا للسماعه، فاحب اقول لك ان السماعه دي مش اريح حاجه في الودن. يعني ايه بقى مش اريح حاجه في الودن؟ لان في ناس كتيره تفهمني غلط. السماعه هنا هي مريحه جدا، وعايز اقول لك انت في بعض الاوقات مش هتحس انها داخله في ودنك اصلا. لكن فتحه الايركاب اللي هنا دي كده مش اوسع حاجه الصراحه، يعني مش كل الناس ترتاح فيها. لو حد مثلا ودنه صغيره شويه فممكن يرتاح عادي في السماعه دي، اما لو حد ودنه كبيره او متوسطه كمان هيحس كده ان فتحه الايركاب ضيقه شويه، اللي هو في اجزاء من ودنك كده مثلا الجزء اللي تحت ده مش داخل جوه الايركاب، وبالتالي انت ممكن، انا بقول ممكن اهو يعني مش دايما، ممكن بعد فتره طويله من الاستعمال تحس ان ودانك وجعاك، او انت حاسس كده ان السماعه مضيقه عليك وان انت مش طايق السماعه حرفيا. ولكن انا بقول في بعض الاحيان، لان اغلبيه الوقت وانا لابس السماعه دي بتبقى مريحاني عادي. كمان عايز اقول لك انها زيها زي اي سماعه في الصيف هتعرقك بعد فتره، رغم ان برضو شكل الايركاب هنا مخرم اللي هو المفروض يطلع شويه هوا يعني، لا هي هنا بتعرق عادي خالص. بعد مثلا ساعه ولا حاجه اقل حاجه كده هتلاقي ان انت ودانك بدات تعرق، بدات تحس ان السماعه خانقاك برضه. انا هنا مش قصدي اقول ان السماعه مش مريحه، لان فعليا السماعه هنا مريحه، ولكن في اوقات كتير بحس ان السماعه خانقاني كده مضايقاني. وهم هنا ادوك الخامات، ولكن على الجانب الاخر هم هنا خلوها مش اريح حاجه. انت محتاج مثلا يوم ولا 2 ولا حاجه عشان تعرف ان انت تاخد على السماعه دي، وبعد فتره هتبدا تحس انها شويه ممكن توجع لك ودانك، وشويه ممكن تحس انت مرتاح عادي، ساعات وساعات يعني مش كل الاوقات. بعد ما كرهتك في السماعه بقى نقول ميزه حبيبك تاني في السماعه دي، وهي ان السماعه دي شبه محيطيه. هي مش محيطيه، ولا الشركه حتى قالت انها محيطيه، هي سماعه ستيريو عادي ماهيش محيطيه خالص، ولكن الشركه هنا حاطه في السماعه دي حاجه كده تحسسك ان الصوت محيطي. انا كنت قلت في الريفيو ان انت ساعات بتحس بيها وساعات لا. بعد فتره الصراحه من الاستعمال لا انا بحس بيها بشكل كبير، ببقى ملاحظها الصراحه. لا في فرق ما بين ان الصوت جاي من النص عادي، وما بين ان الصوت جاي من ورا شويه، من قدام شويه، من جنبك على اليمين، من جنبك على الشمال، بتحس بيها شويه الصراحه. مش زي ما قلت في الريفيو ان انت ساعات تحس بيها وساعات لا، لا هي هنا انت بتحس بيها وبقى فعلا الصوت واضح انه جاي من ورا شويه، من قدام شويه، بالرغم انها مش محيطيه. ولكن الصراحه ميزه قويه جدا ان هم يخلوها شبه محيطيه، هتفيدك قوي في العاب الشوتنج الصراحه. وده لان فعليا ارخص سماعه محيطيه دلوقتي يعني هتكسر 600 جنيه، والسماعه دي دلوقتي اقل سعر ليها يبقى 400 جنيه للاسف. يعني كانت قبل كده كانت ب 320 حاجه كده، دلوقتي بقت ب 400 جنيه اقل سعر بعد التعويم اللي حصل للدولار الفتره الاخيره. لو شفت الريفيو بتاع السماعه دي فتعرف ان هي لها مايك منفصل عن السماعه، يعني السماعه بيبقى لها مدخل 3.5 مللي بتدخل فيه المايك ده، وتقدر انت تفكه وتركبه براحتك عادي. احب اقول لك ان المايك ده من ضمن عيوب السماعه الصراحه، لان الصوت بتاعه مش احسن كواليتي تاخدها من سماعه في الفئه دي. كان في سماعه كده من شركه فانتك مش فاكر الصراحه الموديل بتاعها، كان بتدي مايك خرافي حرفيا. فلو انت جايب السماعه دي عشان المايك بتاعها فهي مش منافسه اطلاقا في الفئه دي. المايك بتاعها مايك عادي جدا جدا، محتاج ان انت تعمل اديت على الصوت ده بعد ما تسجل بيه، لانك لو خدت الصوت سادة كده مش هيعجبك الصراحه، في نويز والصوت مش انقى حاجه. ولكن مع اديت خفيف الصراحه صوتها هيبقى كويس مقبول. يعني دي ميزه على السريع كده، السماعه دي بيجي معاها كل حاجه تقريبا، يعني من ناحيه ان المايك بيفك وبيتركب دي حاجه برده يعني امان شويه، لان لو السماعه جايه بمايك بيلت ان في السماعه فالمايك هنا معرض ان هو يتكسر ويبوظ، عكس هنا بقى بيتشال ويتركب فصعب قوي ان هو يبوظ. والمايك هنا مرن جدا زي ما انت شايف، ممكن تعمل فيه اي حاجه مش هيبوظ خالص الصراحه.
الصراحه. غير ان السماعه دي بيجي معاها الوصله دي بتدخل فيها السلك 3.5 مللي بتاع السماعه، بتطلع لك سلكين للسماعه والمايك عشان تعرف تشغل المايك بتاع السماعه دي، لان السماعه دي عشان تشغل المايك بتاعها على الكمبيوتر لازم الوصله دي، انما على الموبايل فعادي انت مش محتاج الوصله دي خالص. فدي ميزه صراحه ان هي بتجيب لك بقى كل حاجه بقى، الوصله معاك، المايك بيتشال ويتركب، عكس شركات تانية لازم انت اللي تروح تشتري الوصله دي، ويعني احيانا الوصله دي ممكن تقلل كواليتي الصوت كواليتي المايك، انما الوصله دي جايه من الشركه فاللي هو ما بتقللش اي حاجه خالص. ده غير ان السماعه دي بيجي معاها كنترولر زي ما انت شايف كده، فيها زرار بيطفي او يشغل المايك خالص، يعني انت ممكن تبقى مركب المايك عادي في السماعه، ولكن بمجرد ان انت طافي المايك من الكنترولر ده فالمايك مش هيشتغل خالص. كمان تقدر تتحكم في علو الصوت من البتاعه دي، مش عارف اسمها ايه بصراحه، لكن تقدر انت تشدها يمين وشمال تتحكم في علو الصوت يعني. ده غير كمان ان السلك بتاع السماعه دي خامته كويسه الصراحه، جايه من القماش وتشد معايا اكتر من مره الصراحه وما جرالوش حاجه. وبس كده، انا الصراحه مش متذكر قلت كام ميزه وكام عيب، ولكن انا قلت كده كل اللي قابلني مع السماعه دي مميزات وعيوب بقى، وكل اللي قابلني مع السماعه دي في الخمس شهور دول. بالنسبه بقى لرايي في السماعه دي تشتريها ولا لا، فانا الصراحه شايف انها كويسه، بتادي قيمه مقابل السعر جدا، بتديك خامات، بتديك صوت خرافي جدا مع دولبي اتموس بقى، بتحس ان انت في حته ثانيه حرفيا. كنا برضه اتكلمنا عن الدولبي اتموس، لك اللينك بتاع الفيديو ده تحت في الديسكربشن، تاخد كل حاجه بقى في العلبه الواصله وكل حاجه معاك انت محتاجها، مش هتدفع جنيه حرفيا على السماعه دي، الا بقى لو ناوي ان انت تجيب لك ستاند للسماعه عشان تحافظ عليها وكده. وبس كده انا خلصت كل اللي اقدر اقوله يعني عن السماعه دي. اتمنى بقى يكون الفيديو ده عجبك، لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه والحاجات دي كلها عشان تساعد الفيديو انه يوصل لاكبر عدد من الناس. وبس كده، اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.